السلام عليكم. معاكم محمود احمد. سلسله الدروس الخاصه بنا ان شاء الله في لغه برمجه بايثون 3. ده الجزء الثاني بنتكلم عن الباي جي. اتكلمنا في الدرس اللي فات ازاي نبدا نرسم على الشاشه لاين، سيركل، اليبس، ريكتانجل، بوليجون، اللي هو اي شكل انت عاوزه. هنعمل رن نشوف وصلنا لفين. دي الاشكال اللي احنا اتعلمنا اننا نرسمها. لو تفتكر معايا في تاني درس ليه تقريبا، اول ما جينا نكريت ويندو قلنا احنا بنحط الويدث والهايت بتوعي بين قوسين، لان الداله دي ديسبلاي تو سيت مود بتاخد مني اكتر من بارامتر، وقلنا ان انا هنتكلم عليهم بعدين. طيب الاساسي في الداله دي ان انت تعطيلها البارامتر واحد ده، يعني ممكن تشتغل من دون الاثنين البارامتر التانيين. النهارده ان شاء الله هنتكلم على الاثنين البارامتر التانيين وفايدتهم هي كده. خلينا نعمل رن، هتلاقي نفس كل حاجه تقريبا. طب ايه الزيرو ده وايه الاتنين وتلاتين؟ الزيرو ده بيعوض عن حاجه اسمها فلاج. فلاج في البايثون يعني حاجه تقدر تعمل لها اون واوف. طب ده بيعوض عن ايه؟ ده بيعوض عن الديسبلاي. الشاشه بتاعتك عاوزها تبقى فول سكرين، عاوزها اللي هي تملى الشاشه كلها، عاوزها مثلا نو فريم ملهاش ويندو، عاوزها ريسايزابل تقدر انت تتحكم في الحجم بتاعه وكده. لو انت عملت هنا رن مثلا هتلاقي الكود بتاعنا مقدرش تتحكم فيه، هو فيكسد سايز. تمام. ال 32 دي هي الكولر ديبس، عمق اللون اللي عندك. انت بتستخدم في الباي جيم بتاعك كام لون. ركز معايا كده في الصوره دي. لو انت كتبت مكان ال 32 دي 8 هيبقى قدامك 256 لون. لو كتبت 15 قدامك 32768 لون. لو كتبت هنا 16 هتبقى 65565 لون. ال 24 هتبقى 16.7 مليون كولر، وال 32 هتبقى 16.7 مليون كولر مع السبيل اللي هو 8 بيتس. ركز معايا، ده اللي هو الكولر ديبس، العمق بتاع الالوان. انت تستخدم الوان ايه؟ ده قلنا بيعوض عن السكرين. طب عندي في السكرين كام نوع؟ ركز معايا. عندي الفول سكرين، وعندي الريسايزابل، وعندي النو فريم. في حاجات تانية زي الهاردوير سيرفيس والاوبن جي ال، بس لان ده كورس اساسيات مش هنتكلم عنه. خلينا كده نشيل الزيرو ده ونكتب مكانه فول، خد بالك كلها كابيتال، فول سكرين. لو ضغطت رن تلاقي البرنامج يملى الشاشة كلها زي ما انت شفت دلوقتي. قلت تاب، نخرج نعمل كلوز البرنامج. تمام. خلينا نغيرها ونضغط هنا ريسايزابل ار اي اللي هي الصورة دي. ده اللي هو انا اقدر اتحكم في الطول والعرض بتاع البرنامج. شوف كده، بس خد بالك اللي هيحصل دول بلاك مش هيترسم عليهم. نقدر هنا اي مكان انا عاوزه كده. فين؟ تمام. اهي ده نرجعها تاني هنا كده، هتلاقي الكولر بيحصل فيه تشويش كده. طيب لو انا عايز ملهاش اللي هي الباتومز اللي عندي دي، اللي هي اللي انت شايفه بالاسود ده، مش عاوز يبقى موجود، اللي هي نو فريم. انا ضغطنا نو فريم اهي، نضغط رن. شايف هي موجودة على فكرة، الاشكال بتاعتي مرسومة، بس مفيش هنا اللي هي الزرار الكلوز والمينيمايز والماكسمايز، مفيش اي فريم خالص موجود. احنا النهارده اتكلمنا ازاي تخلي الويندو بتاعتك فول سكرين، وازاي تخليها ريسايزابل، وازاي تخليها نو فريم، وعرفنا ان ال 32 دي بتاع الكولر ديبس، وتقدر انت تخليها 16 او 8 او اي حاجه انت عاوزها على حسب الكولر، بس هو يفضل ان هو يكون 32 عشان يعطيلك اتاحه انك تستخدم الوان براحتك. كده درس النهارده خلاص، اتمنى يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.